السلام عليكم، مساء الخير. الزمالك والشباب بلوزداد. الزمالك زودها انتكاسات. الزمالك معكنن على جمهوره من اول يناير لحد النهارده. مشكلة الزمالك اللي محدش عارفها او محدش عايز يعرفها او محدش عايز يقولها في مجلس ادارته وقناته الاعلامية. دي كل مشكلة الزمالك، لا هي مشكلة لعيبة ولا مشكلة جهاز فني. عدم الاستقرار الاداري لمجلس الإدارة. المشكلة اللي عاملها مجلس إدارة الضغوط النفسية اللي عاملها على اللعيبة بتاعته، هي دي اللي مسببة الأزمة في نادي الزمالك. نادي الزمالك أزمته أزمة نفسية، لا هي أزمة فنية ولا هي أزمة مدير فني ولا جهاز فني ولا لعيبة. في مشكلة عنده في بعض كواليتي بعض اللعيبة، لكن المشكلة الأكبر في مجلس إدارته اللي الناس بتغض البصر عنها، محدش قادر يتكلم فيها. جمهور الزمالك من حقه يحزن ويزعل على فرقته، هي دي الفرقه اللي خدت دوري السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، لكن الضغوط زادت. مجلس الاداره في الزمالك شاغل باله بالنادي الاهلي. كل ما يحدث نجاح في المعسكر الاحمر، نادي الزمالك بجمهوره الاداره بقت مصدره له ان المعسكر الاحمر وبالاخص محمود الخطيب عامل ازمه في الكره المصريه. لا بنسمع صوت محمود الخطيب ولا حد من اعضاء مجلس اداره. اقصى حد بنسمع صوته السيد عبد الحفيظ وما بيشتمش. طول عمر الكوره بتدار داخل الملعب وخارج الملعب. ازاي؟ الاداريين بيمارسوا بعض الضغوط مش السباب والالفاظ. عمال تمشي لعيبه، بتمشي امام عاشور ب 3 مليون دولار، بتمشيه ليه؟ طب هو مشي ليه؟ يعني محمد الشناوي كلنا نسمع ان جاي له عرض من انجلترا وعرض من النصر السعودي بارقام فلكيه. تخيلوا لعيب مصري جاي له عرض يلعب مع كريستيانو رونالدو بيرفض ليه؟ على المقابل لعيب في الزمالك بيجي له عرض ميتلاند الدنماركي، فريق عادي جدا، يعني يمشي ليه؟ اكيد من الضغوط اللي شايفها. لعيبه الزمالك بجهازها الفني تحت ضغوط نفسيه رهيبه. النهارده الزمالك 90 دقيقه ب7 دقائق وقت بدل ضايع، ولا فرصه محققه على المرمى، ولا فرصه. وبيشحتوا ضربات جزاء وبيشحتوا فاولات. الحكم كان على اعلى مستوى النهارده وضربه الجزاء سليمه 100%. محمد عواد في اخر 10 دقائق او اخر 5 دقائق في الوقت الضايع تقريبا بيقع في الارض واللعيبه ما لمسوش، لدرجه ايمن طاهر مدرب حراس امن وشيكابالا امن قعدوا يزعقوا له. في حاجه غلط. الحاجه الغلط هو مجلس اداره نادي الزمالك، هو اللي مسبب الازمه دي كلها. تخيل انت شغال في محل عند واحد بيديك 10,000 جنيه في الشهر، بتشتغل 8 ساعات، طول ال8 ساعات عمال يمارس عليك كل الضغوط. قوم اقعد اكنس امسح شيل حط. في المقابل واحد تاني هيديك هم ال 10,000 جنيه وبيعاملك كصاحب محل. ومش كل ما يحصل حاجه في الجبهه التانيه شاغل بالي بيها. اشغل بالك بنفسك بس. مشكله الزمالك في مجلس ادارته، مش في جهازه الفني، مش في اللعيبه. هو ده جيزوالدو فيريرا اللي خد الدوري 2014 2015 وخد كاس مصر ووصل مع الزمالك نهائي افريقيا. هو ده جيزوالدو فيريرا اللي جه الموسم اللي فات خد الدوري وخد الكاس. هو ده، وهم دول اللعيبه. بل زاد عليهم دونجا وعمرو السيسي. وعمرو السيسي على فكره، عمرو السيسي مش على مستوى نادي الزمالك. معظم اللعيبه اللي بتلعب فيه كواليتي، بقى دي مشكله كواليتي. هنتكلم في بعض اللعيبه لكن مش هو ده. احمد فتوح احسن باك شمال في مصر بعد علي معلول. هو ده حسام عبد المجيد بتاع السنه اللي فاتت. هو ده يوسف اسامه نبيه. ايه اللي حصل للعيبه دي؟ المشكله في نادي الزمالك اداريه مش فنيه. نادي الزمالك السنه اللي فاتت مجلس اداره رجع، بس رجع امتى؟ بعد منتصف الموسم. بيقول لك هو اللي جاب فيريرا وبينسب كل حاجه لنفسه. النهارده اداء سيء جدا 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 داخل الملعب. انا بقول الكلام ده كله راجع للضغوط النفسيه اللي فيها اللعيبه. تخيل اب ابنه بيدخن وابنه حشاش يطلع على الملأ، الحقوا يا ناس ابني بيحشش. ابنه هيعمل ايه؟ بدل ما يعالج ابنه، بدل ما يداري على ابنه فضحه.
طلع فضح اللعيبه، ده اللعيب ده بيروح، اللعيب ده بيجي، وانت بتعمل ايه طيب؟ اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص. اشكركم، سلام عليكم.